قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفش عن الناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبس وحركات، فرقع لعب هدايا عاديات. فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ العيد اليوم هو عيدي. هنحتاج للبيتيفور نعاير بنفس الكوباية او المج حوالي كوب ونصف من السكر البودرة. لازم يكون سكر بودرة وكمان ننخله عشان يطلع معانا ناعم وكويس جدا. الخطوة دي مهمة، وننخل كويس جدا السكر البودرة ما نكسلش. بنفس الكوباية او بنفس المعيار هعاير 3 كوب من السمنة. اي نوع سمنة تكون بتحبوه كويس استخدموه، والوصفة هتنجح بجد، بتنجح، بتطلع طعمها حلو قوي. وطبعا لو عندكم زبدة استخدموا زبدة مفيش مشكلة، لكن انا استخدمت في وصفتي سمنة ونجحت. معيار 3 كوب من السمنة. خدوا بالكم المعيار يكون هو يعني انا استخدمت المج ده وهو هيبقى معياري في كل حاجة. بعد كده نبدأ نستخدم المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي، ونخلط كويس قوي السمنة مع السكر لغاية ما يبقوا كريمي. لما يوصلوا قوام الكريمي الحلو ده هضيف 5 بيضات، ومع كل بيضة 1 فانيليا. بس مش هضيف البيض مرة واحدة، هضيف بيضة اخليها مع المضرب الكهربائي، اضربها كده بالمضرب الكهربائي، بعد كده اضيف البيضة التانية، وكل بيضة هضيفها معاها باكو فانيليا واضرب بالمضرب الكهربائي. بيضة باكو فانيليا واضرب بالمضرب الكهربائي او اليدوي. انا استخدمت اليدوي، الموضوع طلع لطيف جدا وتمام. بعد ما نخلص البيض والفانيليا هنضيف دقيق. قد ايه دقيق؟ كيلو من الدقيق، واللي هو حوالي كيلو من الدقيق، اللي هو حوالي 8 كوب من الدقيق. وطبعا برضو ننخله ونضيف مع الدقيق رشة من الملح، ورشة رشة بالايد كده، رشة بس خالص من البيكنج باودر، بسيطة خالص. خدوا بالكم من الحتة دي. او ممكن ما تضيفوش بيكنج باودر، لكن انا بحب اضيف زي ما تضيفوا كده ملح، رشه كده بس خالص من الكربونات. بعد كده نخلطه كويس قوي، نلم العجين بيطلع معانا ملمس كويس، ونيجي للتشكيل. التشكيل عندنا القمع، على شكل القمع ده بيديني شكل الورده لطيف جدا، وابسط حاجه يعني ابسط حاجه ممكن تستخدموها هو شكل القمع ده. تستخدموه بالشكل طولي، هوريكم دلوقتي ازاي نطلعه. بيطلع شكله لطيف جدا وشبه قوي اللي بره، والطريقه سهله خالص. هنجيب القمع، وبيفضل يكون القمع البلاستيك عشان يطلع معاكم شكله حلو، وفي نفس الوقت ما يوجعلكمش ايديكم. انا بجيبه بحط فيه كميه من العجين. بعد ما اكون عجنتها، لميت العجين كويس يعني، اضغط بشكل طولي لتحت، وبعد كده ازقها لتحت او اضغط لتحت. وطبعا بتحطوها في صواني فرن مش مدهونه زيت ولا حاجه، لان اصلا البيتيفور بيبقى فيه الماده الدهنيه بتاعته كويسه جدا. وهكذا كل الكميه، اضغط ولاسفل، اضغط لتحت، بيطلع معايا شكله لطيف جدا. تاني بالقمع كده اضغطه، بعد كده اتكوا لتحت لاسفل، ضغط لاسفل. ده ابسط طريقه، والصراحه دي الطريقه اللي انا بحبها جدا وكملت بيها كل باقي البيتيفور. في طرق تانية كتيره جدا برضه هوريها لكم، لكن انا بحب قوي دي الصراحه. برضه بنفس القمع ممكن نعمل شكل طولي. الشكل الطولي ده سهل جدا ولطيف جدا، برضه منتشر، فاللي انتوا حابينه اعملوا بيه. برضه الشكل ده برضه سهل جدا ولطيف. نفس القمع برضه نعمل شكل طولي لطيف جدا، وبحب قوي برضه الشكل ده الصراحه. وبيبقوا حلوين في الحشوه. يعني انتوا محضرين، انا في الحشوه بتاعتي محضره مربى فراوله انا جايباها في البيت، بتبقى كويسه. جيبوا كيلو فراوله دلوقتي ما شاء الله كويسه جدا، اغسلوه كويس، قطعوه، حطوه في حله وضيفوا عليه سكر وشويه صغير، ربع كوبايه ميه، وسيبوه لغايه ما تغلي وتخس معاكم، لغايه ما تديكوا القوام المطلوب للفراوله. ومننساش نص عصره ليمونه او رشه ملح ليمون. هنا عندي القطاعه اللطيفه دي برضو بتديني اشكال حلوه. بجيب القطاعه، اول حاجه بضغط عليها عشان تقطع لي جزئيه، وبعد كده بقوم مدخل الاسفل عشان تديني الشكل.
بيطلع معاكم شكله حلو قوي، برضو لطيفة وسهلة وبتديني شكل كويس قوي. لكن انا برضو كل واحد بقى عنده شكل كده معين بيحبه وبيحب يكمل بيه البيتيفور للاخر. فانا بحب زي ما قلت لكم شكل القمع الشكل لما اضغط لتحت ويديني شكل وردة، وده الشكل النهائي. واستنوني بقى وانا بوريكم ازاي نزينه في البيت بطرق سهلة جدا وبسيطة. صباح الخير او مساء الخير بتوقيتكم. تزيين البيتيفور، عشان نزين البيتيفور في طرق سهلة جدا وابسطها اللي احنا نجيب عسل وجوز الهند. ممكن نخلي الدنيا لطيفة شوية ونجيب المكونات دي. عندنا هنا شوكولاتة خام بيضة، سوري دي الدارك، اما دي البيضة العسل. هنسيحهم. انا محضره دلوقتي البراد بتاعي، محضراه نص ميه مغليه وفوقيه بوله. البوله دي مهم ان هي تكون على قد البراد، و يعني اسفلها مش واصل للميه اللي في البراد. وانا هعمل لها حمام بخار، هخلي دي في البوله. وطبعا ممكن تجيبوا حله كبيره حله صغيره وتعملوا حمام بخار للشوكولاته عشان تسيح. وعندنا هنا جوز الهند وفرماسيل الوان وفرماسيل شوكولاته ومربى دي هي مربى الفراوله احنا عاملينها في البيت، وهسيب لكم طريقتها سهله جدا في الوصف. دي الشوكولاته البيضاء هروح اسيحها. وطبعا لو سيحتوها اشتغل فيها على طول. انا هسيحهم هما الاتنين عشان معايا اختي هنزين بيها بسرعه يعني. سيحنا الشوكولاته البيضاء. هنجيب دلوقتي بيتي فور اهو. البيتي فور نحط في هنا الحشوه، يا اما تكون عسل يا اما تكون اي نوع مربى انتوا حابينه. انا هضيف مربى. دي مربى فراوله احنا عاملينها حافظينها في برطمانات. البرطمانات تكون متعقمه كويس، يعني حطينا في ميه سخنه وبعد كده سيبناها تبرد. نجيب بقى الفراوله نجيب البيتي فور نحط فيه حشوه الفراوله. يعني بلاش نكتر قوي يعني. نحط عليها بيتشفورية تانية. ونيجي بقى هنا على الشوكولاتة البيضاء. اهو. ونادي بقى يا اما فرماسيل الوان يا اما جوز الهند يا اما فرماسيل التاني. شايفين الشكل لطيفه جدا. هنسيبها في صحن كبير بس تنشف، وبعد كده بقى نحضر كميه لطيفه كده منها على طول نبقى ناكل وهي متزينه. اوريكم واحده تانية. قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفش عن الناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لبسي وحركة فرقع لعب هدايا عاديات. فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ العيد اليوم هو عيدي، أتزين يلبسني جديدي، سأقول للشمس اقتربي وزدي نادي فأنه نزيدي، فالعيد اليوم هو عيدي. تلبسي فستان هلبس بدلة، تضحكي هضحك اهي سهلة، وهقول للدنيا تودعون.